في الفيديو ده هنحسم الجدل ما بين انهي افضل، الاستانلس اللي قعدته حديد ولا الاستانلس اللي قعدته استانلس 100%. في الفيديو ده هوضح لكم الفرق ما بينهم وازاي تحافظوا على ده وازاي تختاروا ده وايه الماركات المهمه كمان. كل ما في الموضوع ان دي سياسه تصنيع ودي سياسه تصنيع ثانيه خالص. عندنا مثلا الاستانلس اللي قعدته حديد اشهر ماركتين فيه عندنا كركماز وعندنا زهران، الاثنين قعدتهم حديد 100%. واديني جايب الماركتين، يعني احنا عندنا مثلا كركماز لو مسكناه كده وده مغناطيس اهو هنحطه هيمسك فيه، ده قعدته حديد. وعندنا نفس الكلام بالظبط في زهران، نفس سياسه التصنيع، لو حطينا المغناطيس كده هيمسك فيه. طب ده حلو يا رؤوف ولا وحش؟ انا اقول لكم هم ليه عاملين القعده حديد. عاملين القعده حديد لان هم عاملين سمك القعده قليل جدا، فبالتالي عشان يوزع الحراره، عشان كده هم عملوه حديد. بس ده ليه اضرار للي مش فاهمها، او ليه عواقب بعد كده للبنات او العرايس الجداد اللي ما بيفهموش في المطبخ او في ان هم ازاي عندهم ثقافه ان هم يحافظوا على الحل. المفروض ان النوع ده من الحلل لما بنستخدمه بعد الاستخدام بنجيب فوطه المطبخ اللي هي زي كده وننشف الحله كويس جدا ونعينها، فبالتالي هتفضل عايشه معانا عمر طويل جدا. عشان خاطر الحديد لو اتعرض للميه وللهواء هيصدي، ده كلام مش محتاج ان انا اقعد افتي فيه، دي حاجه عارفينها من واحنا صغيرين. حديد اتعرض لميه وهواء هيصدي، لو اتعرض لميه بس مش هيصدي، لو اتعرض لهواء بس برده مش هيصدي. فبالتالي يا جماعه لازم عشان نحافظ على الحلل ديت بعد كل استخدام ننشفها كويس جدا. عشان كده لو دخلتوا بحثتوا عن ريفيوهات حلل كركماز او زهران حلو ولا وحش، هتلاقوا ناس كتير جدا بتقول لكم حلو وناس كتير جدا بتقول لكم وحش. عشان خاطر اللي بيقول لك وحش هو مش بيعرف يستخدمه، واللي بيقول لك حلو ده بيعرف يستخدمه. ومن هنا احنا بدانا ننصح الناس ان هي تجيب القعده الاستانلس 100%. وعشان كده قلنا الناس تختار سمك القعده العالي. طب ليه بقى نختارها سمك قعده عالي في الاستانلس 100%؟ عشان الاستانلس كل ما سمك القعده بيبقى احسن كل ما بيبقى توزيعه للحراره افضل، وده بيعالجوه. عشان خاطر كده تلاقوا مثلا عندنا مثلا مثال طيبه، وطيبه دي هي سياسه التصنيع المختلفه، وفي ماركات ثانيه انا هقولها دلوقتي. شايفين تخانه القعده هنا في طيبه قد ايه، وشايفين تخانه القعده في كركماز قد ايه؟ الفرق كبير جدا ما بينهم، يعني دي قد دي مرتين. هو عاملها كده عشان خاطر توزع حراره كويس، وفي نفس الوقت عاملها لي ستانلس اصل على المغناطيس اهو، فتعيش معانا عمر اطول جدا، او تعيش معانا وما تتاثرش وتوزع حراره كويس جدا. وان انت بقى لو طبخت فيها وغسلتيها وحطيتيها بالميه بتاعتها هتلاقيها هتعيش معاك، لانه الاستانلس الاصلي مش بيصدي اصلا. ودي برده حاجات مش محتاجه كلام ولا فتح، دي حاجات مدروسه ومعروفه. الاستانلس الاصلي اللي المغناطيس ما بيمسكش فيه ده ما بيصديش، فبالتالي هتعيش معاك العمر كله، ومش هتتطلب ان انت بعد كل استخدام حله تنشفيها كويس. طب احنا عندنا حاجات واخده السياسه دي من التصنيع، عندنا طيبه، عندنا ماركه زي البركه وهي عامله زي طيبه بالظبط، وادي الحله بتاعتها. شايفين تخانه الحله؟ يمكن في موديلات كتير تحسوا ان الاثنين واحد. عندنا مثلا زينوكس، عندنا عبود، عندنا بونيرا الاصلي، وهنعمل فيديو ما بين بونيرا الاصلي وما بين بونيرا التقليد لان ده فيديو مطلوب جدا. وعندنا ماركات من النوع ده. طب انت لو عروسه اشتريت كركماز او اشتريت زهران هل تندمي وكده باظ يا رؤوف وانا ينفع اروح ارجعه؟ لان ده رسائل بتجي لنا كتير. لا طبعا، انت استخدميه، بس استخدميه وانت فاهمه انت بتعمل ايه. بعد كل استخدام نشفي الحله كويس واركنيها، هتعيش معاكي الى اطول مدى. لو ما عملتيش كده هيبدا يبان بقع صدى بعد اول سنه او ثاني سنه من الاستخدام، بقع صدى جوه وبقع صدى بره. اما الاثنين استخدامهم حلوين جدا. اهم حاجه عندنا بقى جسم الحل، ان المغناطيس ما بيمسكش فيه اهو. بصوا ده كركماز اهو، بصوا ما بيمسكش. زائد ان في حاجه ثانيه برده يا جماعه عايز اقولها لكم، لو هي نفس جسم الحله حلو وادي معايا مغناطيس، هنيجي عند الحته اللي هي لونها مطفي دي مش هيمسك فيه المغناطيس، لكن لو طلعت فوق هيبدا يمسك بسيط. بصوا بسيط خالص اهو. طب ليه بيمسك تحت قوي؟ لان ده حديد. فوق هنا بيمسك بسيط لان هو هنا عامل له الماده اللي هي اللميع دي بتبقى من الكروم، فبالتالي المغناطيس بيمسك فيه، فده على خفيف. لكن دي حاجه ما تعبهاش، يعني ما نقولش ايه هو مش عامل لي نصين، نص مش اصلي ونص اصلي، لا هي كلها جسم واحد. يعني انا لو جيت من جوه هنا كده اهو هتلاقي كل الحله كلها مطفيه من جوه، وبالتالي المغناطيس مش هيمسك فيها من جوه، ولو مسك من بره هيبقى تسبب التاثير ده. فدي حاجه ما تقلقش خالص. احنا كل اللي يقلق معانا ان القعده حديد ولا لا، ده اللي يقلق معانا. وكمان ان احنا نختاره 18 على 10 و304. احنا ليه دايما بنتكلم عن الاستانلس كتير؟ لان الاستانلس اكتر حاجه احنا بنستخدمها في المطبخ، واكتر حاجه لو اخترناها صح بتبقى صحيه. الاستانلس يا جماعه مش بيتفاعل بقى، ما بيتفاعلش مع اي بكتيريا نهائي. يعني من اكتر المعادن صحيه اللي الانسان بيستخدمها، بس احنا نستخدمه صح عشان خاطر نعرف نستفاد منه ونبقى مستمتعين واحنا واقفين في المطبخ. انا ليه بقعد اقول ده كله؟ عشان خاطر انتوا تبقوا مستفادين وتبقوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه، تستمتعوا. اما انتوا تشتروا مني او تشتروا من غيري دي براحتكم، بس على الاقل بتبقوا فاهمين. عشان في بياعين كتار ما بتفهمش اللي انا بقوله ده، هي بتبيع وخلاص. يعني بيبقى في شباب واقفين في محل تيجي تقول له انهي افضل، فهو عايز يبيع لك اللي هو عايزه. تروحي مولات
مول هايبر ماركت او اي هايبر ماركت كبير، يعني هو عايز يعمل تارجت، فهو عايز يبيع لك اي حاجه تيجي قدامه، عايز يحقق مبيعات. فانت لازم تبقي فاهمه وعارفه انت بتشتري منين. لو استفدتم يا جماعه نعمل لايك ونعمل شير، لان الفيديو ده مهم جدا، وانتظروني في فيديوهات اهم تاني. كان معاكم رؤوف يوسف، سلام.